فصلت معاها قلت لها لا 100 جنيه لا 50 جنيه، قالت لي لا 50 جنيه لا. رحت قلت لها ايه، انا بصراحه يعني انا نفسي اعرف اللي عملوا الفيديوهات بتوع سوق السبت بتوع الانتيكات ده ما قالوش ليه الاسعار، يعني انتوا فهموني وادوني نبذه. انا رحت سوق السبت، انا جيت يا جماعه. السلام عليكم مشاهديني الاعزاء، انا ساره سعيد لاول مره تشوفيني. طيب انا متحمسه ان انا رحت سوق السبت لان انا كنت بتفرج على كميه فيديوهات لسوق السبت ده، واي بنت او ولد بيصوروا فيه اقول يا حظكم انا نفسي اروح المكان ده قوي. وانا طبعا بسافر، فانا حاسه ان انا كان حلمي ان انا اروح سوق السبت ده، بس كان ساعات حاجات بتعطلني، ساعات ما بصحاش بدري، بحس ان انا مش عارفه هروح ازاي وهتوه، حاجات كتيره كده. المهم ان انا الصدفه جابتني ان انا اروح سوق السبت. هو سوق السبت ده سوق انتيكات في شارع سينما ديانا في القاهره في وسط البلد. انت هتنزلي وسط البلد وتقولي فين سينما ديانا، هتلاقي مليون من يدلك. هو العنوان مش صعب قوي عشان انا اول مره اروح، فانا بقول لك العنوان مش صعب، العنوان سهل عادي جدا. هو متفرع من شارع 23 يوليو او متفرع من طلعت حرب، المهم ان هو ليه كذا دخله هتروحيه. هتلاقي ناس فرشه في الشارع حاجات انتيكس كتير وفازات واطباق وحاجات كتيره قديمه من الزمن القديم، وهم بيفتحوا من الصبح لحد 3 العصر او 4 العصر، وبعد كده بيمشوا. يعني انت ما تروحيش بالليل عشان هم بيبقوا مجرد ناس فرشين في الشارع، وبعد كده بيمشوا، وبيبقى يوم السبت بس. لو انت رحت الشارع ده اي يوم تاني هتلاقي ده شارع عادي خالص. المهم انا اللي عارفني عارف ان انا بقيت بحب الحاجات الانتيكات وفي اللبس او في الاطباق، وبتحب الحاجات القديمه عشان انا زهقت خلاص من الجديد. انا عايزه حاجات افتكر ايام تيتا وجدو كده، الحاجات القديمه دي. حتى بصوا في حتى سكسفون كده هنا اهو باين لي شويه ان هو قديم. المهم ان انا بقى قلت انا هروح الملجأ وهروح المصدر بتاع الحاجات دي. خدت 500 جنيه في جيبي وقلت ده انا هشبرق على نفسي، هشبرق على نفسي جامد قوي، لدرجه ان انا قلت انا هشيل الحاجات ازاي. يعني انا شيل الهم، يعني شلت هم الشيل. ايه اللي انا بقوله ده؟ شلت هم الشيل، بقول انا هشيل الحاجات دي ازاي وبتاع، بس قلت مش مهم، المهم ان انا اجيب اللي انا نفسي فيه. انا نفسي اعرف اللي عملوا الفيديوهات بتوع سوق السبت بتوع الانتيكات ده ما قالوش ليه الاسعار، يعني انتوا فهموني ادوني نبذه، ادوني نبذه عشان انا رحت الصدام. تعالوا بقى انا هتكلم معاكم، تعالوا. انا حاسه ان انا اول واحده هعمل كده والله. انا اول ما دخلت سوق السبت بصراحه لقيت حاجات حلوه كتير. عجبني فاستين نحاس صغيرين قوي، كان في فازه كبيره عجباني جدا، بس قلت لا انا مش هبدا بالكبير عشان ما اصطدمش بالاسعار، يعني مش عايزه اخلص فلوسي فجاه. فسالت على الفاستين الصغيرين، قلت له بكام ده لو سمحت؟ شوفوا بقى هو قال لي ايه. استنى اسال على الفازه دي بكام. ممكن ناخد الاثنين بس. بكام الفازه اللي حاس دي؟ بكام دول؟ 150. 2500. ماشي. طبعا انا سمعت الالفينات دي قلت له تمام. فالمهم قلت ايه عادي يا ساره ده اول راجل، وكمان الحاجات النحاس غاليه. انا عارفه طبعا ان الحاجات النحاس غاليه، بس انا رايحه سوق السبت عشان ما تبقاش غاليه كده. ما انا اصلا لو اشتريتها اونلاين هشتريها بنفس السعر، يعني الفازه قد كده بالظبط هشتريها ب1500 من فاهمين؟ وانا بقى هفاصل لحد كام؟ والمشكله انا كان عاجبني واحده كبيره كده، الكبيره دي كنت هاخد قرض عليها بقى باين ولا ايه. بصوا هو انا مش فاهمه قوي التصرفات سوق السبت ده، لان انا باذن الله هعمل حسابي في فلوس تاني، وهبقى اروح وهصور بقى يعني ابقى عندي خبره اكتر، لان دي اول مره اروحها في حياتي، فبرضه ما عنديش خبره. في الناس كلها اللي هناك هم عارفين كل حاجه، عارفين كل الخبرات، فاهميني؟ فانا واحده ماشيه ما علينا. انا اشتريت قطعه، انا هوريكم انا اشتريت ايه اصلا. يعني انا قلت مش همشي من المكان ده غير لما اشتري حاجه. انا جيت كل ده وبحلم بالمكان ده، في الاخر خالص ما اشتريش حاجه، مجرد متفرجه. مستحيل مستحيل. المهم بقى ان انا مشيت بقى وشفت حاجات كتيره، اغلبيه النحاسيات كانت اسعارها مرتفعه زي ما انتم شفتوا. لازم يكون عندي ميزانيه، فلو انت بتجهزي بيتك وبتحبي الانتيكس وعندك الميزانيه دي، فانت هتروحي وهتلاقي اللي انت نفسك فيه. لكن لو انت رايحه اللي هو بتلقطي فصعب، لان هي الاسعار مش رخيصه، يعني معديه ال1000، فكل حاجه معديه ال1000. تمام، ده اول نقطه. تعالوا بقى اوريكم انا اشتريت ايه وكده اكمل بقيه النقط.
انا اشتريت الشنطه الكلاسيك دي. هي بص هي شنطه سواريه، اللي عجبني فيها الشغل الهاند ميد ده بصراحه، وان هي ستان وكمان ايديها طويله. انا اتكلمت قبل كده ان انا ما بقتش بعرف البس الشنط خالص على كتفي، بتقع مني وبتضايق قوي، فبقيت البس الشنط كروس كده. فدي حاجه بالنسبه لي حلوه قوي ان هي بقت كروس كده، يعني شنطه سواريه كروس، يعني انا يعني عمليه بالنسبه لي. عجبني تفاصيلها وعجبني لونها. وهي البنت قالت لي ب 100 جنيه، فصلت معاها قلت لها لا 100 جنيه لا 50 جنيه. قالت لي لا 50 جنيه لا، مش عايزه اسيبها. بص هي بتتفتح كده، بتتفتح كده وفاهمينها، لسه ما استخدمتهاش. هي مش قويه جدا، هي مجرد شنطه سواريه، يعني عايزه برضو احسس يعني اخلي بالي من وانا ماشيه بيها، فاهميني. المهم ان انا في الاخر خالص خدتها ب 75 جنيه، وحسيت ان هي شكلها حلو، بس مش كنتش متخيله ان انا هروح سوق السبت عشان اشتري شنطه بس، فاهميني. بس والله انا فرحانه بيها، لان انا اصلا بحب الحاجات الهاند ميد قوي، بحترمها. الشنطه دي اعتقد ان هي سعرها لو انا اشتريتها من بره هتبقى اغلى من كده بكتير، بكتير. انا شاريها بسعر مناسب طبعا، يعني انا شاريها حلوه، سعرها حلو. نكمل بقى الجوله بتاعتنا. انا لقيت اطباق اللي هي انتيكس جميله قوي، ولقيت بقى حاجات حلوه قوي اسعارها حلوه، بس انا ما كنتش محتاجاها، او بمعنى اصح ما كنتش هعرف اشيلها، لان هي كانت اطباق حجمها كبير كده، بتاع اطباق فاكهه صدف وحاجات حلوه جدا ما بلاقيهاش بره خالص بصراحه. فلقيتها في سوق السبت ده. ولقيت ايه تاني، لقيت بقى العاب اطفال كتير قوي بتاعت زمان قوي. ولقيت فرش بتتسرح بجد بيها، ما اعرفش هي كانت فرش مين في يوم من الايام، يعني حتى زومت عليها كده بقول يا ترى دي كانت فرشه مين. ففي اللي هم الناس اللي غاويه الانتيكس قوي هينبسطوا قوي بسوق السبت ده، اكيد اللي غاويين انتيكس اصلا اكيد هم راحوا المكان ده، مش هيجوا يسمعوني يعني. بس انا كنتش سامع عنه، فانا رحت عجبني، وان شاء الله هعمل ميزانيه وهروح. ومش يعني بص هو عجبني الزمن اللي انا دخلته، عجبني انا اشتري حاجات من الزمن اللي فات، عشان أنا يعني هي دي الراحه النفسيه بجد. يعني انا بقيت بفرح ان انا اشتري حاجات قديمه او اقتني القطع القديمه دي. وانا ما بغلطش برضو الناس ان هي بيبيعوها باسعار غاليه، لان هي حاجات تعتبر يعني حاجات ما تتعوضش، يعني حاجات لو حد فرط فيها يعني الحاجات دي ما تتعوضش خالص. يعني سيبكوا بقى من الحاجات الترند والحاجات الموضه اللي بتطلع دي، انا ما بمشيش طبعا الموضه نهائي. انا شخصيه بلبس اللي بيريحني وبيفرحني، وبعمل اوضتي بالحاجه اللي تريحني وتفرحني. فما بمشيش على الموضه، يعني ما بمشيش ورا الترند اللي انا اقول ايه ده الاباجوره دي طالعه ترند انا هشتريها. لا، انا ممكن اشتري اباجوره نحاس وغنونه كده، هو ده اللي بيفرحني بجد. والحاجات دي اصلا مش رخيصه، الحاجات دي قيمه جدا، فهي فكرتها حلوه جدا. المهم انا كنت بقول لكم تجربتي في سوق السبت، اول مره في حياتي اروح، ولو رحت تاني هصور لكم، اكيد هيبقى عندي خبره من المره الاولى. و يعني اكيد يعني هطلع لكم اقول لكم ان انا اول مره اجرب حاجه، مش هبقى ما اتولدتش عارفه كل حاجه، يعني احنا بنتعلم في الحياه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وعجبكم اشتريت الرهيبه من سوق السبت، وطبعا الفيديوهات الجايه، وباي باي.